جبار، ايش جاي تسوي هنا وليدي؟ ابو نعال، هلا بيك. يعني جاي نصب الشهيد ازور ابويا. ايش لابس وليدي؟ شنو هي، رايح كشافة؟ لا ابو نعال، اني انتميت للجيش. شنو هي؟ شبيك ولك انت مسودن؟ الف رحمة على روحك ابو جبار، والله لو بعد عايش ما كان خلاك تروح. ابو نعال، ابويا لو بعد عايش كان هو اللي خلاني اروح. وليدي هذا الجيش فاسد ويتبع هاي الحكومة المعفنة. ابو نعال، هسه انت مو كنت جندي؟ الجيش العراقي قبل مو مثل هسه. وليدي انا والمرحوم ابوك حاربنا بكل بسالة فلسطين على مود جايين ندافع عن اخواننا العرب، وحاربنا بالقادسية من شلنا ندافع عن العراق، وابوك تصوب بالمعركة وشلته على شتاف اسبوعين لحد ما رجعته لديرته، ورجيت لنفس المكان حتى اجيب سلاحي. بعدين من رجعت شفت ابوك مستشهد، وظليت انا الوم نفسي كل هاي السنين. ابو نعال، سويت لي روحك ساسوكي هسه من هاي اللي طفرت من حرب الخليج، ولو ابويا موجود كان شارك بيها. لا ما كان شارك ابني، احنا الجنود قبل شغلتنا ندافع عن ارض العراق وعن الشعب، وما لنا علاقه بالجوارين. كان دافعت عن بغداد لما احتلوها، كلكم انهزمتوا وخنتوا للعراق. جبار وليدي، امريكا احتلتنا بالعقل مو بالجيش، واحنا كنا ندافع وكنا على الحدود. واذا جاي تسأل على الخيانة روح اسأل منين دخلتنا امريكا اول شيء. ابو نعال، هسه سويت لنا روحك جريندايزر شوية وطلع الرزة المزدوجة. انا رايح للجيش وما حد يمنعني. وفد يوم قاعد ابو نعال بالبيت وذاعوا خبر دخول قوات على الأراضي العراقية واحتلالها لأحد الآبار النفطية. لا ما يصير هيك، أنا موجود ويحتلونه والحكومة ما جاية تسوي شيء، والله ما أسكت. وقرر أبو نعال يتصرف، وكان يخابر على كل الجنود القدامى اللي كانوا وياه، وبس نخاهم ما بقى ولا واحد ما شارك. أبو خليف وين رايح؟ أنت رجلك والقبر تقعد، هي الحكومة ما جاية تسوي شيء، انت تريد تسوي شيء؟ حتيني اروح انا حتى لو بحيدي، يعني ما نحسب حسابك على العشاء. وقرروا الجنود القدامى كلهم يروحون للجبهة ويحررون الأراضي العراقية وبدون ما يعتمدون على الحكومة. انتشروا، حصرونهم، لا تنطوهم فرصة. شنو يا ابو نعال؟ عقرصة؟ ايش قالوا لك علي يا بقاية؟ ولك فرصة هذا الجيش القديم كله اكسباير. سيدي قوات معتدية دخلت الأراضي العراقية وما يهمنا بصراحة، الدولة صديقة مجاورة، المهم احتلت بير نفط عراقي، وإذا نسكت راح يحتلون العراق كله. وانت مالك علاقة، أنا أنطي الأمر. أوكي الو پس خالتوره حفظ خورو پورو فرکشت خالتا ماره ههده فرکشت تلو فرکشت آسو مارو پورو برخرد داری فرو الجنود القدامى كلهم راحوا واحنا ما نروح، ما يصير. وتبلغ الجيش العراقي كله خلي الجنود يروحون لبيوتهم.
جبار ابو نعال، انا جبار. اجا الجيش العراقي اجا، راح ارجعك ديرتك ابو نعال. راح ارجعك ديرتك ابو نعال. بلغ الجيش العراقي كله، خلي الجنود يرحون لبيوتهم ويودعون اهلهم، لان اليوم ما نرجع اذا ما نرجع اراضينا. واخيرا اجى الجيش العراقي وطردوا القوات المعتدية واسترجعوا الاراضي العراقية، وجبار رد الجميل مالت ابوه وساعد ابو نعال ورجع ديرته. الجيش هو يخدم الوطن ويدافع عن اراضيه، والجندي العراقي كان وراح يظل بطل، سواء من الجيش القديم او من الجيش الجديد، هم نفس الشيء، هدفهم واحد، هو التضحية في سبيل الوطن. الجندي هذا هو اللي يضحي على مود انتو تعيشون. وقت اللي انت نايم ببيتك هو سهران ليحميك، وقت اللي انت تروح تزور اهلك هو امه تحلم تشوفه. هذا الجندي ما عنده طائفة معينة، هذا الجندي فصيلة دمه هي العراق، هذا الجندي عشيرته العراق. الجندي هذا مو بعثي ولا صدامي، هذا الجندي مو عميل، هذا الجندي مو خاين، هذا الجندي هو أخوك وأخويا، هذا الجندي هو أني وأنت، هذا هو الجندي العراقي.